شنو معنى كلمة مونديال؟ وشنو علاقته بكأس العالم؟ خاصة انه ترجمة كأس العالم بالانجليزي وورلد كاب. المونديال هي كلمة مشتقة من كلمة فرنسية موند، واللي تعني عالم او عالمية، فاشتقوا منها كلمة مونديال واللي تعني عالمي. يقصدون بها انه هاي البطولة عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن هاي البطولة تأثيرها مو بس على المستوى الرياضي، تأثيرها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي. هاي البطولة تقدر تنزل اقتصاد بلد كامل، تقدر ترفع اسم بلد كامل وترفع اسم رئيسه كذلك وتقدر تنزله. فهاي البطولة عالمية وفعلا تستحق أن تسمى بالمونديال. هاي الحلقة حتكون غنية بمعلومات وغرائب وعجائب عن كأس العالم، فإذا كنت من محبي كرة القدم وخاصة المونديال فتابع هاي الحلقة للنهاية. السلام عليكم. زين، منو صاحب فكرة المونديال؟ بسنة 1928 الفرنسي جول ريمي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك اجتمع برؤساء اتحادات المنتخبات وأعضاء الفيفا، واقترح عليهم تأسيس بطولة عالمية من عدة فرق يتنافسون فيما بينهم، والبطل ينطوه جائزة ذهبية. طبعا كل الأعضاء اندهشوا من هذا المقترح ووافقوا على الفور، وبسنة 1930 أقيمت أول بطولة كأس العالم في التاريخ في دولة الأوروغواي. زين، ليش سووها بالأوروغواي وما سووها ببلد أوروبي؟ لعدة أسباب. أول سبب هو تزامنا مع احتفالات الأوروغواي بمرور 100 عام على الاستقلال، والسبب الثاني أنه البلدان الأوروبية في ذلك الوقت كانت تعاني من سوء خدمات وسوء أوضاع اقتصادية بسبب آثار الحرب العالمية الأولى، لذلك أقيمت البطولة في الأوروغواي. لكن الغريب بالموضوع أنه الاتحاد الأوروغواياني تنازل عن حقه في المباراة الافتتاحية لصالح المنتخب الفرنسي. طبعا هذا الشيء كان تكريما لجول ريمي صاحب فكرة المونديال، وكذلك تكريما للاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللي سمح بمجيء اللاعبين إلى أوروغواي عن طريق البحار، وهذا الشيء كان شبه ممنوع في أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي بسبب الخطورة على اللاعبين وبعد المسافة. أول بطل لكأس العالم هو المنتخب الأوروغواياني، أما آخر بطل فهو المنتخب الفرنسي. وأول مباراة نهائية كانت بين المنتخب الأوروغواياني والمنتخب الأرجنتيني واللي انتهت 4-2، والمصادفة العجيبة أنه آخر مباراة نهائية أيضا انتهت 4-2 بين فرنسا وكرواتيا. وأول هدف تم تسجيله في المونديال هو للفرنسي لوسيان لوران اللي سجله في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب المكسيكي. وآخر هدف في كأس العالم هو للكرواتي مانزوكيتش في كأس العالم 2018 أمام المنتخب الفرنسي. أوروبا هي أكثر قارة استضافت كأس العالم، فكان لها شرف استضافة 11 نسخة من أصل 21 نسخة، نسختين في فرنسا ونسختين في إيطاليا واثنين في ألمانيا ونسخة في إنجلترا ونسخة في السويد وسويسرا وإسبانيا وكذلك روسيا. أما أمريكا الجنوبية فكان لها شرف استضافة 5 نسخ فقط، 2 للبرازيل ونسخة للأرجنتين ونسخة للأوروغواي اللي كانت الأولى، وكذلك نسخة لتشيلي. وقارة أمريكا الشمالية استضافت 3 نسخ، 2 للمكسيك ونسخة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت في سنة 94. أما أفريقيا نسخة وحيدة في ساوث أفريكا 2010، وآسيا كذلك نسخة وحيدة في 2002 كوريا الجنوبية واليابان، وهاي النسخة القادمة في آسيا كذلك راح تكون نسختين لآسيا. أما أبطال المونديال فكانوا محصورين في قارتين فقط، أوروبا وأمريكا الجنوبية. أوروبا فازت ب 12 بطولة وأمريكا الجنوبية 9 بطولات، وكانت آخرها في 2002 أوروبا حازت اللقب 12 نسخة، إيطاليا 4 وألمانيا 4 وفرنسا 2، وكذلك المنتخب الإسباني نسخة والمنتخب الإنجليزي نسخة كذلك. أما أبطال قارة أمريكا الجنوبية فالبرازيل حاز على 5 نسخ وهو رقم القياسي، والأرجنتين نسختين والأوروغواي نسختين. أول هداف في تاريخ كأس العالم هو الأرجنتيني غييرمو ستابيلي واللي سجل 8 أهداف في نسخة 1930، وآخر هداف هو هاري كين الإنجليزي اللي سجل 6 أهداف في نسخة 2018. أما الهداف التاريخي لكأس العالم فهو الألماني ميروسلاف كلوزا اللي سجل 16 هدف. أما أكثر لاعب مسجل أهداف في نسخة واحدة من المونديال فهو الفرنسي جاستن فونتين اللي سجل 13 هدف في نسخة واحدة اللي كانت في السويد سنة 58. طبعا ما ننسى جائزة أفضل لاعب في كأس العالم،
أول لاعب نال هاي الجائزة هو الأوروغواياني خوسيه ناسازي في كأس العالم 1930، وآخر لاعب نال هاي الجائزة هو الكرواتي لوكا مودريتش. طبعا هاي الجائزة دائما ينطوها للاعبين، لكن في نسخة واحدة فقط نالها حارس مرمى، هو العملاق أوليفر كان. أوليفر كان هو الوحيد اللي أخذها في سنة 2002. وأول حكم في المونديال فهو البلجيكي جون لانجينوس. هذا الحكم تحسوه ما رايح المباراة كرة قدم، كأنه رايح العرس، شوفوا لابس بدلة وقاط ورباط. بشرفكم هذا الحكم مو عبالك جيت كورتوا، شوفوه نفس الديزاين، هم بلجيكي. وآخر حكم في المونديال هو الأرجنتيني نيستور بيتانا في مونديال 2018. أول بطاقة حمراء في كأس العالم كانت من نصيب. قبل ما أقول لكم من هو صاحب البطاقة، إذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل جرس الإشعارات وانطيني لايك على هذا المقطع، وتعالوا ويانا وانطيكم من هو هذا اللاعب. أول حالة طرد كانت من نصيب اللاعب البيروفي غاليندو في كأس العالم 1930. أما آخر بطاقة حمراء فكانت من نصيب اللاعب الروسي إيغور سمولنيكوف في مباراته أمام المنتخب الأوروغواياني في دور المجموعات 2018. أكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم كان في كأس العالم 82 في إسبانيا، وكانت ما بين المنتخب المجري والمنتخب السلفادوري. فاز بيها المنتخب المجري على السلفادور 10-1. مسكين حارس السلفادور تلقى 10 أهداف في مباراة واحدة. وهاي كانت كل شيء بالحلقة. إذا عجبتكم الحلقة انطوني لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى تصلكم الحلقة وين ما كنتوا، لأن بهاي الفترة راح تكون الحلقات كلها عن المونديال، لذلك راح تفوتكم إذا ما اشتركتوا. أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.